بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة سلام. مشاهدي الأكارم، كان الحديث حول فرح النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعض المواقف التي فرح بها أو فرح فيها صلى الله عليه وسلم أو فرح بها. فاستمرارا وتواصلا لتلك الأفراح نذكر أيضا في هذه الحلقة ونعلق عليها بعض المواقف. من ذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم بظهور براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طبعا لا يخفى على شرف علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي في فراشه صلى الله عليه وسلم، وابتلي في عرضه، في زوجة التي كان يحبها حبا عظيما، واتهمت رضي الله عنها وأرضاها زورا وبهتانا، وانتشر هذا انتشارا كبيرا في المدينة المنورة، وأصبح الصحابة المؤمنون يعني يتناقلونه فيما بينهم حتى نزلت آية الإفك. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا، فرفع عنه وإني لأتبين السرور في وجهه وهو يمسح جبينه، يعني يمسح جبينه من العرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل عليه الوحي يعرق ويتصبب عرقا. فقال عليه الصلاة والسلام: أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. الله أكبر، الله أكبر. قالت: فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح فرحا عظيما. فهذه الفرحة الكبيرة لما يبين فيها طهارة فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن زوجته طاهرة، وأن الذي قذفها منافق من المنافقين ويريد أن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عجز أن يوقف الدعوة إلى الله، فبدأ ويتكلم في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا. هذا الفرح العظيم ببراءة رسول الله، ببراءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لو كان يجوز أن نعمل أعياد ونعمل أفراح ومناسبات لعملنا لهذه المناسبة الكبيرة التي نزل فيها براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني احتفالا كبيرا، ولو أكلنا فيه الحلوى وذبحنا فيه الذبائح ووزعنا فيه القربات شكرا لله. لكن لما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وأنه اكتفى بالفرح والسرور والبهجة وحمد الله عز وجل، اكتفينا بذلك اتباعا لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا فمثل هذا الموقف في الحقيقة موقف كبير مشرف عظيم يستحق الفرح لبراءة فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا جانب. الجانب الآخر مشاهدي الأكارم أيضا فيه الناحية العاطفية، فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لا مثيل له، وقد ابتلي في هذه المرأة التي هو يحبها عليه الصلاة والسلام. فلما كانت براءتها واختلط يعني فرحة البراءة مع الحب العظيم الموجود في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ظهر عنه ابتهاج واستنارة وفرح في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من طبيعة البشر، حينما أنت ترى الذي تحبه حقيقة ينال من الخير وتمر عليه من يعني المواقف الطيبة المفرحة المسعدة، أنت تفرح أيضا، أنت تفرح، أنت تسعد،
وسعادته هي سعادتك وحزنه هو حزنك. إذن في فرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذه البراءة في الحقيقة فرح كبير. وهكذا نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام دائما يفرح ببراءة المؤمنين. فلما أيضا يعني وستأتي معنا تيب على كعب بن مالك فرح النبي عليه الصلاة والسلام. ولما أنزل الله عز وجل آيات على سعيد بن عمير فرح النبي صلى الله عليه وسلم يعني ببراءته، فرح النبي عليه الصلاة والسلام واستهل وجهه واستنار. نعم. وأيضا فرح صلى الله عليه وسلم عندما اختارته عائشة رضي الله عنها لما نزلت آية التخيير. آية التخيير تعرفونها، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه هي آية التخيير. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. وقرأ الآيتين. قالت: فقلت في أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. وفي رواية قالت: وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف أيضا مشاهدينا الأكارم من المواقف الجميلة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لما اشتد طلب نسائه صلى الله عليه وسلم النفقة وأصبحن يلححن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفقة، جمعهن عليه الصلاة والسلام وقرأ عليهن هذه الآية التي وردت في التخيير بين إرادة الدنيا وإرادة الآخرة، وكلهن ما شاء الله تبارك الله اخترن الدار الآخرة. وهذا يدل على شرفهن وعلى مكانتهن وعظم شأنهن عند الله عز وجل، وأنهن مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفن أن الحياة الدنيا زائلة لا مقام لها، وأن الحياة الآخرة هي التي باقية، وأن الكل سيموت. وفعلا قد متنا رضوان الله عليهن وبقي ذكرهن بخير، وهكذا أصبحن أمهات المؤمنين إلى قيام الساعة، فرضي الله تبارك وتعالى عنهن وارضاهن. هذا جانب. الجانب الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع حبه الشديد لعائشة لما يوافقها على كونه يصر أنها قالت أنها تريده، وذلك للغيرة التي بينها وبين بقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما سألتني امرأة عن أي شيء في مثل هذا إلا أخبرتها، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الزوج الناجح الذي لا يطيع زوجته في كل ما تأمر به من غيرة، أو الباعث لها يكون الغيرة، فلا يطيعها ولا يتنزل معها. الأمر الثالث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خيرها بأمر خطير وهو فراقه عليه الصلاة والسلام وطلب الطلاق، قال لها: لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني حتى تستشيري أبويك. وفي هذا حقيقة توجيه نبوي كريم لكل الأسر ولكل الزوجات إذا جاءت تطلب من زوجها الطلاق عليها أن تستخير الله سبحانه وتعالى، وعليها أيضا أن تستشير أبويها وتستشير ولي أمرها، ولا تقدم على مثل هذا الفراق، لأن الطلاق هو الحقيقة أبغض الحلال، وفيه حقيقة ربما
يحصل بسببه مفاسد كبيرة، وبالتالي نحرص أشد الحرص على أن لا نقع في الفراق بين الزوجين إلا بعد الاستخارة، أو إذا رأينا أن بقاء الحياة الزوجية يكون مفاسدها أكثر من حصول الطلاق، فيكون بذلك حصول الطلاق. بالتالي هذا التوجيه النبوي الكريم شهد الأكارم لعائشة هو توجيه لكل امرأة أن لا تستعجل في مسألة الطلاق. وكم من رجل تعجل في طلاق زوجته ثم ندم ندما شديدا جدا جدا جدا، وبكى وحاول أن يأتي بالفتاوى ها هنا وها هنا، وأحيانا يجر به ضعف الإيمان أن يأتي بالتيس المستعار، فيأتي برجل يقول له تزوج زوجتي وجامعها ثم طلقها حتى تعود إلي، هكذا والعياذ بالله. يعني يأخذ به الأمر إلى هذه الدرجة من السفه ومن المذلة لكونه ارتكب الطلاق وهو يريد زوجته ويريد الأسرة، فالحذر الحذر. طبعا كانت أيضا من الأشياء في فرح النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الموضوع أن عائشة كانت صغيرة في ذلك الوقت، فربما لا تستطيع أن تتخذ القرار المناسب، فقال لها استأمر أبويك. هذا كلام ابن حجر، ويعني حقيقة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، اليوم النساء يحتاجن الاستشارة وأن لا تتعجل المرأة، مع الأسف الشديد ناقصة عقل ودين. قليل من النساء اللاتي كملن ويكون عاقلات قلة، ومعظم النساء والعياذ بالله لا تفكر في أبنائها ولا تفكر في البعيد والقريب، وتتخذ القرار بقوة وبعناد وترى أنه حق ثم تندم ولا تحين مندم. وكان يفرح إذا سمع خبرا يصدق بعض ما أخبر به، كما فرح بسماع قصة تميم الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع الدجال. قصة تميم الداري أنتم تعرفونها، أنه لما ركب سفينة وهاج بهم الموج فنزل في إحدى الجزر والتقى بدابة وأخذته إلى الدجال الأعور، وتكلم مع الدجال الأعور وأخبره أنه سيخرج قريبا. ثم جاء تميم الداري إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى، فسر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر لأنه يصدق خبره الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. لكن حينما تكون هناك معجزات أو مثل هذه النبوءات التي تؤكد صدقه صلى الله عليه وسلم يفرح عليه الصلاة والسلام. فجمع الناس صلى الله عليه وسلم، وتحكي لنا القصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاها تقول: سمعت نداء مناديين أو نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك. وهنا الشاهد، جلس على المنبر وهو يضحك. طبعا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هو ابتسامته حتى يرى نواجذه صلى الله عليه وسلم. فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. انظر إلى أدب الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا في قمة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكم عن مسيح الدجال إلى آخر الحديث. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم حديث تميم الداري عن الدجال الأعور. وفي رواية أن تميم الداري حدثني بحديث
ففرحت به فأحببت أن أحدثكم. وهذه رواية موثوقة في الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الفرح فرح عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد نبوته، وهكذا أيضا يفرح كل إنسان صادق حينما يخبرك بشيء فيقع هذا الشيء حقيقة، فالناس كلها تأتي تقول صدقت جزاك الله خيرا، كل ما قلته كان صحيحا، كل ما توقعته كان صحيحا. يعني هكذا انظروا إلى هذه الفرحة التي تغمر هذا الشخص، وخصوصا حينما يكون لأمر غيبي كما أخبر بذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يفرح إذا أصاب أصحابه خيرا، كما فرح بتوبة الله تعالى على كعب بن مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك. طبعا تعرفون القصة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الصحابة بأن يغزوا منطقة تبوك في ساعة العسرة، تخلف عن ذلك بعض المنافقين ومعهم 3 من الصحابة، أحد الثلاثة كعب بن مالك. فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ يسأل عن أسباب التخلف، فالمنافقون قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا، وقالوا والله كنا كذا وكنا أعذار واهية، فوكلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلوبهم وإلى كلامهم. أما كعب بن مالك فقال والله يا رسول الله ما كنت أشد يعني صحة وعافية مما كنت عليه في ذلك الوقت، وما منعني إلا يعني بين أنه امتنع كسلا عن حضور غزوة تبوك، وكذلك صاحبيه هلال بن أمية والآخر الثالث نسيت اسمهم. فهؤلاء 3 أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجروا، فهاجر الصحابة هؤلاء 3. وأما هلال بن أمية صاحبه يعني مكث في بيتهما يبكيان على خطئهما ولم يخرجا. أما كعب بن مالك فكان شابا يافعا، وكان يخرج يسلم على الناس والناس لا تسلم عليه، ويمر في الأسواق ويأتي ويذهب، فتعرض للفتنة لمدة 60 يوما، 2 كاملين، حتى أنزل الله عز وجل قوله على 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو الغفور الرحيم. يا سلام! ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بفرح بهذه البشارة العظيمة. وقال كعب بن مالك يصف لنا قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه. شوف الموضوع، موضوع كعب بن مالك. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يفرح؟ لأنه كان رحيما رؤوفا بأمته عليه الصلاة والسلام. قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا سلام! هذه توبة، وإذا تاب الله على العبد معناه بشره بالجنة. يا سلام! قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. الله أكبر! وهذه تمام الفرحة، أن هذه الفرحة كانت من عند الله عز وجل. قال الإمام النووي رحمه الله فيه استحباب سرور الإمام وكبير القوم بما يسر أصحابه وأتباعه. وقال ابن حجر رحمه الله فيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من كمال الشفقة على أمته والرأفة بهم والفرح بما يسرهم. قال ابن القيم رحمه الله وفي سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفرحه به
واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة والرحمة بهم والرأفة، حتى لعل الله أو لعل فرحه كان أعظم من فرح كعب نفسه. يا سلام، حتى كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه رضي الله تعالى عن الجميع. موقف جميل، موقف جميل بعد انقطاع شهرين وهجران. الهجر طبعا في الإسلام مشروع، ولكن في هذا العصر لا أعتقد أن الهجر ينفع إلا في بعض الأسر في بعض المواقع، لكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التأديب كان نافعا. فلما هجر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة المؤمنين كان حقيقة نتج عن ذلك قوة إيمان وصبر واستغفار وطلب من الله عز وجل التوبة والإلحاح عليه حتى جاء الفرج من الله تبارك وتعالى. لكن في زمننا هذا إذا هجر الإمام أو إذا هجر أقصد إمام المسجد ولم يتلطف بالناس فإن الناس تفر، والملهيات اليوم كثيرة، والذين يستقبلون مثل هؤلاء كثر إلى الفساد فيفسدونهم، ونخسر نحن يعني إخواننا وأخواتنا. عليه فالهجر في هذا يحتاج إلى إعادة نظر، ويحتاج أن لا يقع في كل أحد. فالهجر لا يستخدم إلا في من ضمنت قوة إيمانه وقوة التزامه، فتهجره لعل الله تعالى أن يهديه بهذا الهجر فيرتدع ويكون أقوى مما كان. أما اليوم الناس في ضعاف إلا من رحم الله، القلوب ضعيفة والفتن كثيرة والبلايا عظيمة، فيحتاج الإنسان أن يكون حقيقة رحيما بإخوانه. قال: ومن ما يفرح به صلى الله عليه وسلم لقاؤه من يذكره أو يذكره بمن يحب. وربما فرح صلى الله عليه وسلم بلقاء من يذكره بمن يحب. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك، فقال: اللهم هالة. قال: اللهم هالة. يا سلام يا سلام. وعند مسلم: فارتاح لذلك، أي اهتز لذلك سرورا وهش لمجيئها لتذكره بها خديجة وأيامها. يا سلام، هذا الموقف الجميل من النبي عليه الصلاة والسلام الوفي مع زوجته الأولى خديجة أم المؤمنين، التي بشرها الله عز وجل بقصر لا نصب فيه ولا خصب، لأنها آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أول من آمن من البشرية، أول من آمن من البشرية على الإطلاق خديجة. بعد ذلك فصل العلماء وقالوا: من النساء خديجة، ومن الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي. لكن أول ما نزل الخبر على خديجة يا جماعة، هذه أول يعني العنصر النسائي أول من آمن بالرسالة المحمدية. للنساء أن يفرحن بأنهن اللاتي استقبلن الرسالة المحمدية، ويعني فتحن صدورهن وأموالهن واستقبلن هذه الرسالة العظيمة واحترمنها، وحتى نالت خديجة التحية والسلام من رب العالمين. من مثل خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ نواقب خديجة شيء عظيم. يا سلام على خديجة أمنا رضي الله عنها وأرضاها. سلام على خديجة، سلام نرسل لها سلام من هذا المنبر رضي الله عنها وأرضاها. خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يا ليت كل امرأة
زوج داعية أن تكون مثل خديجة. لما يكون الزوج داعية وعالم ينبغي أن تكون الزوجة مثل خديجة لتنال شرف هذه الدعوة وشرف الرسالة، ويأتيها سلام من رب العالمين. حتى لو لم ينزل جبريل عليه السلام والله ليأتينها السلام، كل ما كانت مطيعة لزوجها معينة له على أداء واجبه، لا أن تحاربه وأن تكرهه في عيشه وأن تقول وتقول وتقول. وأسفا على نساء المؤمنين اليوم، وأسفاه والله. فلذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم خديجة حبا عظيما، وقال لعائشة: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ما أبدلني الله خيرا منها، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في خديجة رضي الله عنها وأرضاها، التي صدقته حين كذبه الناس، والتي واسته بمالها وشرفها وجاهها رضي الله عنها وأرضاها، وهي التي أنجبت له أبناؤه وأولاده صلى الله عليه وسلم: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة والقاسم وعبد الله، 6 من الأبناء أنجبت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد رزق حبها عليه الصلاة والسلام، فكان شديد الحب لها صلى الله عليه وسلم، وكان يرتمي في أحضانها وتقول له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتقوم على نوائب الحق. من مثل خديجة؟ عائشة وصلها سلام من جبريل، مخلوق من المخلوقات. صحيح هذا السلام لا يكون إلا بأمر من الله وإذن منه سبحانه، إلا أن السلام يختلف حينما يأتي السلام من رب العالمين. السلام من رب العالمين، السلام من مخلوق جبريل يختلف، وكلهن فاضلات وكلهن لهن مكانة. لكن انظروا هذا الفرح حتى انتقل إلينا، نحن فرحنا أيضا بخديجة وهي تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ألا رضي الله عنها وأرضاها. أي والله. فمن التي جاءت أختها هالة. خديجة الآن ميتة، فاستأذنت: هل يؤذن لي أن أدخل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو قالت: السلام عليكم يا رسول الله. المهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها، وكان صوتها يشبه صوت خديجة رضي الله عنها، ارتاع يعني فز قلبه صلى الله عليه وسلم لعظم الحب الموجود في قلب النبي عليه الصلاة والسلام لخديجة، فز. وفي رواية فارتاح وسر صلى الله عليه وسلم، فإذا دخلت عليه هالة هش وبش بوجهها ورحب بها صلى الله عليه وسلم وأكرمها، ولكل ذلك من أجل خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يا سلام، هذا هو الوفاء. الوفاء مع من؟ مع المرأة التي فعلا تقدر الدعاة وتقدر العلماء وتقدر المشايخ وتقدر الداعي الذي يقوم بالواجب، فتؤمن له. يعني لماذا كان الجزاء قصر لا صخب فيه ولا نصب؟ لأن هي هيئة الهدوء للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا تعب من الدعوة ومن أوساط الناس وهم يسبون ويشتمون ويرفضون، إذا دخل على خديجة يرتاح. فناسب أن يرزقها الله عز وجل هذا القصر الذي فيه الراحة. وأما يعني لا نصب، النصب هو التعب، لأنها كانت تواسيه بمالها رضي الله عنها وأرضاها، وكان هو أيضا تاجرا أمينا لها صلى الله عليه وسلم، وكان يشتغل معها عليه الصلاة والسلام. أعتقد على النسبة صلى الله عليه وآله وسلم. يا سلام. وما أيضا كان وما تأفف النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى أنف أن يتزوج
بمن كان يعمل تحتها صلى الله عليه وسلم. يا أخي والله في زواجه من خديجة دروس عظيمة عظيمة جدا. وذات مرة أيضا رأى عليه الصلاة والسلام عقدا قدمته له زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوج العاص بن وائل أو أبو العاص، لما كان أسيرا في غزوة بدر، من أجل أن تفديه قدمت عقدا كانت قد أهدتها خديجة، فلما رآه النبي عليه السلام رق لذلك رقة شديدة. الله، فقد رأى العقد، عقد كانت تلبسه خديجة، رآه النبي عليه الصلاة والسلام فرق لذلك رقة. شوف يا أخي مدارس في الحب، مدارس في الوفاء. تقولوا لي روميو وجوليوت ولا مايكل جاكسون ولا فلانة ولا علانة، هذا الحب الطاهر. مجرد أن رأى العقد فز قلبه صلى الله عليه وسلم، وقال للصحابة: إن رأيتم أن تطلقوا سراح زوج هذه المسكينة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا سلام، ألا رضي الله تعالى عن خديجة صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بسماع الكلام الحسن من أهل الإيمان. يعني لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع الصحابة، إذا تكلموا وكان الكلام طيب يظهر ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الكلام سيء يظهر في ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. فانظروا الآن إلى هذا الموقف الجميل من الصحابة. قال لك: فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عُدل به. شايفين كيف؟ يعني أحب إلي مما عُدل به، يعني كأنه يقول لو أعطيت كذا وكذا من المال أو من كذا، يعني لا تمنيت هذا الموقف الجميل. أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي أتى مين؟ المقداد بن الأسود، وهو يدعو على المشركين، فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. كان هذا لما استشارهم النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، كان يريد قافلة أبي سفيان وعددهم قليل، فجاءته قري ب1000 جيش مقابل 313. موقف صعب، فالصحابة كان لابد من استشارة. فقال له هذا البطل المقداد بن الأسود: ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسر، يعني قوله. يا سلام. وهذه المقالة من المقداد كانت سببا في استنارة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال أيضا: وأتاه الخبر عن قريش إلى آخر ما قال. ثم قام المقداد بن عمرو، المقداد بن عمرو من المهاجرين أيضا، قال: يا رسول الله، امض لما آراك الله، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمام لجادلنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا له به. ثم استمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس: أشيروا علي أيها الناس. وكان يريد الأنصار. نعم، وكان يريد الأنصار.
لأنهم قالوا حينما بايعوه بالعقبة: يا رسول الله إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة. لاحظتم؟ وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سعد بن معاذ: اسمعوا الآن، اسمعوا هذا الكلام الذي سطر إلى قيام الساعة، كلام يعني فأثابهم الله بما قالوا، كلام إليه يسعد الكلم الطيب، كلام يا جماعة يجب أن يكون. وقولوا للناس حسنا، الكلام هو الذي أنت تحاسب عليه فيرفعك الله به درجات أو العياذ بالله يهدمك. كلام. ماذا قال سعد بن معاذ؟ والله لكأنك يا رسول الله، والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال أجل. قال فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أردت، فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. يا سلام يا سلام. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا أبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. انتهت الحلقة، لكن والله يا جماعة مواقف جميلة. أنت لما تستشار ولما يكون هناك أمر يخيف بشر الناس، والأبشر بالخير، والله ما يكون إلا خير. أبشر في كل الأحوال، إحنا بخير. أبشر، قل خير يعطيك الله خيرا، تفاءل بالخير يعطيك الله خير. أما إذا قلت يا أخي والله ما عندنا إمكانيات ووضعنا ضعيف وإحنا والله راح نتدمر والنساء حيتبهدلوا، ويا أخي تبتلى بما تقول. ولذلك القدر موكل بالمنطق. شوف الصحابة ماذا قالوا: فلما اطلع على قلوبهم نصرهم نصرا مؤزرا. وكان هذه أول معركة ينتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويكسر هيبة قريش. اللهم يا رب اجمعنا بنبينا الكريم في الجنة، واجمعنا بالصحابة الكرام البررة، وأصلح نساء المسلمين، وأصلح نساء دعاة المسلمين، واجعلهن يا كريم مثل خديجة. اللهم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.